امبارح في 10 من رمضان وفي حمام مسجد بتحصل حادثة من بشاعتها صعب عقل بشري يصدق إنها حقيقية. اللي في الصورة تحت ده شاب اسمه خيري، عنده 37 سنة، يقال إنه بلطجي. في 10 من رمضان فيه سوق قاعدة فيه 6 غلبوانة على فرشة خضار، عندها بنت 8 سنين. البنت بتقول لها إنها عاوزة تدخل الحمام، بتشاور لها على حمام مسجد قريب من الفرشة. البنت بتدخل، فالحق نجمة يردى بيدخل وراها حمام المسجد وبيغت نجمة صبها. بعدما بيخلص البنت بتجري تعيط لأمها وبتنزف. الناس بتتلم حواليها فبتحكي لهم اللي حصل لها، فبيمسكوه ويفضلوا يضربوا فيه لحد ما الشرطة بتيجي تاخده، وتقول لي وسوسة الشيطان هي السبب في أفعال البشر. ده البشر بقوا أبشع من أفظع شيطان. تخيل كل ده بيحصل في نهار رمضان، وفي طفلة عندها 8 سنين، وفي حمام المسجد. يا مؤمن، لو حد كان حكى لي القصة دي قبل ما أتأكد من صحتها كنت افتكرتها تأليف وخيال. بناشد الحكومة المصرية بإيع نجمة دام الحيوان دا على مرأى من الناس في ميدان عام أو يتعرض محاكمته في التلفزيون علشان يكون عبره لكل شخص يفكر يعمل عمل دنيء زي ده. البنت الحمد لله لسه عايشة وفي المستشفى بتتلقى العلاج، بتمني من الدولة تعالجها جسديا وكمان توفر لها طبيب نفسي يعيد تأهيلها بعد اللي حصل لها. البنت أزاي هتفهم أو تستوعب اللي حصل؟ أزاي تكبر وتفهم وتعرف أنها كانت ضحية إنسان حق نجمة يرزيدة؟ أزاي تواجه مجتمع زيدة؟ وأزاي هتتعايش مع الحادثة والموقف؟ ونفسيتها هتتقبل الموضوع أزاي بعدما تفهم؟ بنت كل ذنبها إنها طفلة بريئة في عالم ملئ بالذئاب. ربنا يتولاها وتقدر تستوعب وتواجه فيما بعد، ويصبر أهلها على المصيبة والكارثة لعقل مش قادر يستوعبها لحد دلوقتي.